أهلا بيكم في المخرج. قعدت أفكر أكمل الخط الزمني مع السينما بره ولا نشوف مصر كان وضعها إيه مع بدايات السينما قبل ظهور ميمي في واقعها السينمائي. المهم، بما إني مخرج وديكتاتور قررت نحود على مصر، وأصله ما عداش على مصر. هنرجع لعام 1896 تحديداً يوم 15 نوفمبر، وده تاريخ عرض أول بروجرام سينمائي في مصر، وكان في قاعة توسن إكسشينج في مدينة الإسكندرية. وبعدها اتعرض نفس البروجرام في القاهرة بتاريخ 28 نوفمبر 1896 في قاعة حمام شنايدر. اللي اتعرض وقتها الأفلام اللي اتعرضت في سنة 1895 في جران كافيه في فرنسا. اتعرض إيه بقى في اليوم المشهود ده؟ أقولك: خروج العمال من مصنع لوميير لا سورتي دو لويزين لوميير ليون 1895، وصول القطار إلى محطة لاسيو لا ريفي دان تران أنغار دو لا سيوتا 1895، العامل يسقي حديقة لا روزي أروزي 1895، وده بيعتبروه أول أشكال الكوميديا في تاريخ السينما. كل البروجرام نقدر نقول إنه كان لقطات تسجيلية قصيرة جداً، وكلها من تصوير وإخراج الأخوين لوميير. في سنة 1897 تم افتتاح أول دار عرض سينمائي دايم، اتعرفت باسم سينماتوجراف لومير، وكانت في مدينة الإسكندرية، واتعرضت فيها الأفلام اللي فاتت بشكل تجاري للي حابب يتفرج على المعجزة اللي اسمها السينما، ودي اللي أسسها وكلاء للإخوان لومير بغرض الترويج لجهازهم الجديد سينماتوجراف لومير. وطبعاً عشان يبيعوا تذاكر ويعملوا سبوبة حلوة. في نفس السنة 1897 مصور من شركة لومير اسمه بروميو وصل مصر. حمد لله على السلامة. وصور مشاهد فيها زي ساحة القناصل، ودي أول مشاهد تتصور عن مصر. 1906 اتأسس أول استوديو أو ورشة تصوير في الإسكندرية على إيد عزيز بندرلي تركي وأمبرتو دوريز إيطالي، والاتنين أنتجوا أول شريط سينما وثائقي قصير ركز على وثائقي دي في 20 يونيو عام 1907 بعنوان زيارة الخديوي عباس الثاني، ويعتبر الفيلم ده أول تصوير سينمائي فعلي في مصر من خلال استوديو أو ورشة تصوير موجودة في مصر. طيب كده واحد تركي على واحد إيطالي، فين بقى المصريين من الموضوع ده؟ بصراحة وعلى بلاطة الفترة دي نقدر نقول من 1910 لحد 1923 هتلاقي كلام كتير عن تجارب لمخرجين طليان لأفلام قصيرة صامتة من بطولة ممثلين مصريين، وكلها فشل ذريع، زي فيلم باسم مدام لوليتا في 1918 من بطولة فوزي الجزائرلي وإحسان بنته، وهو فيلم صامت قصير كوميدي أخرجه مصور إيطالي اسمه ليوناردو ريتشي. وهتلاقي تجربة لمحمد كريم كممثل مشارك مش مخرج في فيلمين، واحد باسم شرف البدوي والتاني باسم الأزهار الميتة، إنتاج 1918 وإخراج كان طلياني برضو. هنلاقي تجربة باسم الخالة الأمريكانية للمخرج الإيطالي بونيفالي في عام 1920، وكان من بطولة علي الكسار وفوزي منيب، وبرضو مفروض إنه فيلم كوميدي ومتمصر عن نص مسرح إنجليزي. كلها أفلام قصيرة صامتة فيها ممثلين مصريين لكن مخرجين طليان، وهتلاقي اختلافات بسيطة ما بين سنة الإنتاج وتاريخ العرض. إحنا في التوثيق حاجة صعبة جداً. المهم بقى إن المصريين اقتحموا بشحمهم ولحمهم فعلياً مع فيلم برسوم يبحث عن وظيفة، برسوم Looking for a Job، وده يعتبر أول فيلم روائي قصير مصري بالكامل، إنتاج وإخراج وتمثيل. الفيلم إنتاج 1923، أخرجه وأنتجه رائد السينما محمد بيومي، وكان بطولة بشارة وكيم، عادل حميد، فردوس حسن. فيلم مصري بيدور على أرض مصر بإخراج وإنتاج وتمثيل مصري أصيل. طيب وهل وقفت السينما عند كده؟ لا طبعاً، دي البداية، بس أنا اللي وقفت الحلقة دي على كده، ونكمل في حلقة تانية لو عملت حلقة تانية. The director.